السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. حبيت فقط نشارككم هذا الفيديو بهذه الكلمة واللي هي كتخص بالأخص يعني بلدين مسلمين، ما غاديش نقول عربيين إفريقيين، غنبداو ندخلو عاوتاني في أمازيغيين ريفيين وغادا هكذاك. المهم بلدين مسلمين اللي هما جيران وكتجمعهم اللغة وكيجمعهم الإسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونفس القرآن ونفس السنة. لكن للأسف يعني في الأيام الأخيرة أو الشهور أو السنوات الأخيرة بدينا كنشوفوا واحد يعني بعض الأمور اللي صراحة يعني الإنسان يشمئز منها، خصوصا الإنسان الغيور على دينه من الدرجة الأولى، أنه يشوف هذا الأمر هذا تيجرى بين المسلمين، بين عبد الله وعبد الله، بين محمد ومحمد، بين عبد الرحمن وعبد الرحمن، بمن يعني يصلي الصلوات الخمس ومن يصلي الصلوات الخمس، بمن يصوم رمضان ويصوم رمضان، بمن يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالله ورسوله، بين الجزائر وبين المغرب وبين المغرب وبين الجزائر. أمور تافهة إن صح القول، يعني لن تفيد صاحبها لا في حياته ولا بعد مماته. الإنسان ما غيستافدش منها لا في الحياة ديالو ولا من بعد الموت. الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة كانوا يعني يتباهون، الأنصار والمهاجرين كانوا يتباهون فيما بينهم في أمور الجهاد وأمور الغزوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال دعوها فإنها منتنة. يعني هذا التعصب العرقي والتعصب يعني البلد والكذا، هذه أمور يعني لا يحبها الله عز وجل ولا يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. الناس كيتخاصموا، كيتجادلوا، كيتعايروا، كيتردوا بالكلام وكينتقدوا بعض في أمور يعني لن تفيدهم. خصوصا نحن في حاجة إلى يعني جني الحسنات وربح الحسنات، لأن عملة الدنيا هي المال، ولكن عملة الآخرة هي تبدأ من القبر وهي الحسنات. بداو بعض الناس كينتهزوا هذه الفرصة هذه باش يروجوا، باش يكون رواج بالقنوات ديالهم، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة، خصوصا اليوتيوب وتيك توك وما جاورهما. يعني شي كيسب في شي، وشي كيضحك على شي، وشي كيستهزأ بشي، وشوفوا هادو كذا وشوفوا هادو كذا وهادو كراغلة وهادو مراركة وهادو يعني. الله تعالى نهانا أن نتنابز بالألقاب، قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وحرم أننا نتنابز بالألقاب. وأنك لسبيتي مسلم فكأنك يعني وسختي ماء البحر كله، ورجع موسخ ورجع ريحته كريهة، وإنسان تيدخل في الغيبة وتيدخل في النميمة وهذه الأمور هذه. علينا أن نهتم بما هو مهم، يعني ما يهمنا في حياتنا اليومية وما ينفعنا عند ربنا سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان اللي هو دير قناة في اليوتيوب وتيفضح، أو لا ماشي تيفضح، يعني تيبغي يشوه الصورة ديال المغاربة، هو جزائري، وأن المغربي كيبغي يشوه الصورة ديال الجزائري وكذا، لو أنهم استغلوا هذا فيما ينفعهم عند ربهم، الحمد لله، لا يعني غرقوا بالحسنات، كانوا سبب من أسباب هداية الناس. ولكن أنك تبقى وقتك كله وأنت تضحك على رئيس الجزائر، والآخر يضحك على ملك المغرب، وأنت الآخر يضحك على الرئيس ديال هذا، والآخر يضحك على الرئيس ديال كذا وهذا، يعني ما غنساليوش. واش هذا الشيء يعني من أجل هذا خلقنا الله؟ واش من أجل هذا الله سبحانه وتعالى اختار لنا الإسلام دينا؟ واش من أجل هذا يعني مات الصحابة ومات الأنبياء وضحوا بكل غال ونفيس باش ينشروا دين الله؟ ونجي أنا
نستغل هذا الوقت ونبدا نسب ونعير ونستهزأ ونسخر وكذا، وانتم كتبوسوا اليدين وانتم كديروا وانتم هادي الله ما أمرنا أن نحكم على بعض، بل الله أمرنا أن نتعاون مع بعض. الأمور اللي هي أمور سياسية يعني عندها علاقة بالسياسة عندها رجال ديالها، عندها مختصين ديالها، هما بيناتهم يعني كيلتاجئوا المحاكم دولية وكيلتاجئوا يديروا مؤتمرات واجتماعات وتحاورات ومفاوضات، هذاك الشيء اختصاصهم هما. أما أنا كمواطن هذا ماشي اختصاصي. الآن كتلقى قنوات يعني في الجزائر تتكلم على المغرب وكأنه عدو لدود، وكتلقى قنوات في المغرب كتكلم على الجزائر وأنهم عدو لدود. عوض ما الإنسان يستغل هذا الإعلام، يعني يستغله أنه يكون سبب من أسباب يعني تطور البلد ديالو، مساعدة المقيمين في البلد من الضعفاء والفقراء والمحتاجين، يعني يكون تطور، يكون تنافسية يعني في تطور البلد وازدهار البلد، ماشي في نشر الأخبار اللي لا تفيد ولا تنفع، واللي لها يعني لها صلة وارتباط بإبليس، بالشيطان، لأن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب. فبعدما أنزل الله التوحيد وأنزل الله الإيمان والإسلام، ولكنه يعني الآن يسعى بين التحريش بين الناس باش الناس يخاصمهم. مني كنجلس أنا مثلا كنفتح في اليوتيوب كنلقى واحد القناة كتكلم مثلا على أن المغرب لعب في كأس العالم وأنه كذا كذا كذا، ونجي أنا مثلا نبدا نستهزأ بهم، نبدا نسخر منهم، نبدا نضحك عليهم، اش غنستافد؟ هذاك اللي كيدير القناة أنا متفرج، أشنو غنستافد؟ أو يجي مثلا مغربي ويبدا يضحك على مثلا الشان لأن الجزائر نظمت الشان وبنات هذاك الملعب، سواء يعني بما فيه من إيجابيات وسلبيات، ونجي أنا نبدا نضحك عليهم ونبدا نشد فيهم ونبدا نسخر منهم ونبدا يعني نشبههم بشي أمور اللي يعني هذه الأمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا شك ولا ريب أنه سيقف بين يدي الله وسيحاسب عن كل صغيرة وكبيرة. لكن أنا اللي كنلومه أنا من الدرجة الأولى، اللي كان يعني بالنسبة لي أنا من الدرجة الأولى أنني كنلومه هو، وهما اللي غيتحاسبوا أمام رب العالمين من الدرجة الأولى. شكون هما؟ هما دوك الدعاة والوعاظ والعلماء، يعني اللي كيتصدروا مواقع التواصل الاجتماعي من يوتيوب ومن تيك توك ومن فيسبوك وما إلى ذلك. أين هو دوركم في توعية الناس؟ أين هو دوركم في الإصلاح بين الناس؟ اش غادي تقولوا لرب العالمين يوم القيامة؟ اش غادي تقولوا الله تعالى سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون علم اليقين أن الله سيسألكم عن هذا؟ والإنسان يحاول أن يسعى أن يكون ناصحا واعظا، يعني يجمع شمل الناس ويجمع كلمتهم على التوحيد وعلى الإسلام وعلى اتباع القرآن والسنة، لأن هذا هو السبيل الوحيد لنجاة الناس من فتن الدنيا ومن هلاكها، يعني إلى نعيم الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. فالكلام كثير في هذا الباب هذا، ويحتاج إلى يعني أوقات كثيرة، ويحتاج إلى فيديوهات أكثر. اللي بغيت نقول أي واحد، ونبدأ من نفسي، الشيء الذي لن يفيدك ولن يقربك إلى الله اتركه. لن يقربك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، لن تزداد يعني حسنات وأجر. اتركه لله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليك يعني، ويجعلنا وإياك من الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، ويحشرنا وإياك مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إذا أعجبك هذا الكلام انشره، لعل الله تعالى يعني يجيب به المنفعة والاستفادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.